لو زوجك معهوش فلوس، لو زوجك ماديات وأقل منك، لو زوجك أقل منك في الطباع وفي الذكاء وفي العيلة وفي الماديات وفي كله، بلاش تحسسيه إنه أقل منك. يمكن تعاملك معاه وإحساسه إنه أنت اللي بتصرفي، أو أنت اللي ماشية المركب، أو أنت اللي بتفكري ازاي وبتخططي ازاي للحياة دي، وان هو ملوش اي قيمة، ده بيكسره نفسيا. وممكن لما يكسر نفسيا ده يعود عليكي وعلى ولادك بالسلب. حاولي تحسسيه ان مهما كان انت اللي بتصرفي اكتر، او انت اللي بتفكري اكتر، او انت اللي الشخصية القيادية في مركب الحياة الزوجية. حاولي تحسسيه حتى لو بالإيحاء كده إن هو كل في الكل، إن هو رب الأسرة اللي ما ينفعش تستغني عنه أنت وعيالك، إن هو الملك بتاع البيت ده، إن هو ال الكيان كله بتاع البيت، وإن هو لو ما كانش موجود البيت ده هيغرق من غيره. حتى لو بالكذب فهميه كده وحسسيه كده، لأن دي هتفرق معاه جامد، وصدقيني هتنعكس عليكي. كسرة الراجل وحشة قوي، واحساسه انه يكون قليل قدام مراته وولاده بتبقى صعبة قوي. خليكي انتي ذكية، وخليكي انتي ساعتها الام الحنون عليهم واحتوي الدنيا كلها، واوعي تحسسيه بنقصه او تحسسيه بعجزه، علشان ما يظهرش قوي قدام عياله وقدامك. وربنا يبارك في اللي معاه، ويمكن في يوم من الايام طول ما انتي واقفة جنبه يعلى ويعلى ويعلى، بدل ما يحس بنفسه قليل قوي وتلاقيه اسفل سافلين. مش هتستفادي انتي وولادك حاجة. اقفي جنبه وادعميه واديله القوة والنشاط، وحسسيه ان هو كل حاجة في حياتك انتي وولادك، علشان تلاقيه يطلع لقدام، ويطلع دايما في العالي بيكي انتي وولادك. ما تنزلوش معاه او البيت يخرب لا قدر الله، وربنا ما يجيب الا كل خير.